أن القيادة الإلهية المتمثلة بالإمام الحسين سلام الله عليه أخذت شرعيتها من الله تبارك وتعالى. شرعية الإمام الحسين ليس شرعية دنيوية، بل شرعية قرآنية إلهية نبوية. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هذا الجعل جعل إلهي وليس جعل دنيوي يستطيع الإنسان أن ماذا؟ أن يتدخل في هذا الجعل. لا، هذا جعل إلهي. لذلك النبي صلى الله عليه وآله عندما يأتي للإمام الحسين يقول: الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، فشاء الله تبارك وتعالى أن يبقى هذا المصباح يضيء إلى يوم القيامة ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، يضيء طريق المؤمنين إلى الله تبارك وتعالى، ويضيء كل الطرق كي يكون دليلا لهم في المسار الصحيح. لذلك الإمام الحسين صحيح أنه قتل جسديا، ولكن لم يستطيعوا إطفاء تلك الشمعة، ذلك النور الإلهي، ذلك الجعل الإلهي الذي جعله الله تبارك وتعالى للإمام الحسين. جعل إلهي لا يستطيع أي فرد أن يقتل ذلك الجعل الإلهي، وإن سلب في عالم الدنيا ظاهرا إلا أنه موجود. والمؤمنون أيها الأحبة يتزودون من ذلك الجعل ويتزودون من ذلك النور، وهو طريقهم إلى الله تبارك وتعالى. فالإمام الحسين قيادة إلهية لا يمكن لأي إنسان أن يخفي تلك القيادة. فسر من أسرار بقاء الثورة الحسينية أن الإمام الحسين قائد إلهي ذكر في القرآن: وجعلناهم أئمة، ونور إلهي على ما جاء في لسان النبي صلى الله عليه وآله.